السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده نشرح دالة ال H lookup. كنا شرحنا في الفيديو اللي فات دالة ال V lookup، وكانت عبارة عن مثلا انت عندك مجموعة من المنتجات وعايز تعرف قيمة كل حاجة بس، وتشوف شكل الجدول كان عامل كده. كميات هنا لاب فون كاميرا ايباد، وهنا الكود كونت والبرايس. طيب في ال H lookup لا، بتبقى العكس، تلاقي هنا قيم الحاجة وهنا الكود والكونت والبرايس. بس احنا عايزين نعمل هنا، نعمل داتا فاليديشن، هنعمل ليست تمام. حدد السورس بتاعك، هنبقى موبايل لاب تمام. اوكي، فانت خلاص هنا عندك بقى عندك كذا كام، الموبايل واللاب والتاب، فانت تختار منه. البرايس بقى نوع من ايكوال اتش لوك اب، هيقول لك حدد لوك اب فاليو. احنا حددنا دي، هنعمل تيبل هو فين. انت عندك البرايس في انهي صف، اللي هو انت عندك 1 2 3 4 في الرابع برضه تمام. فاحنا حددنا الصف الرابع ان نعمل علامة، نعمل فولس اكزاكت ماتش، نضغط انتر. هو عامل لك ايه، الموبايل سعره 3000، لو انت جبت مسار موبايل تلاقي ايه 3000 فعلا معاك. لو احنا اخترنا لعبة تلاقي 5000، لو انت ايه تابع يقول لك 3000 برضه. طيب لو انت غيرت هنا السعر، مثلا سعره اتغير اعلى او نزل مثلا بقى ب4 تمام. ونروح هنا اخترنا موبايل، فتلاقي مثلا الموبايل سعره غير، عشان احنا غيرنا سعر الموبايل. اللاب مثلا خلينا مثلا يبقى عندك مثلا ب6. انت هتيجي بس نشوف زي اللاب معاك، هتلاقي سعر اللاب على طول معاك ايه اتغير تمام. طب انا عايز اعرف الكونت اللي عندي، واعمل برضه نفس الحكايه اتش لوك اب، واقوم محدد ال بتاع هنا اللي هي اللاب. انت معلم عندك التيبل اهو، علامة. انت عندك الكونت في الخانة التانية، علامة لا التالتة، الصف اللي هو التالت اهو، 1 2 3، تاخد علامة تعمل فولس اكزاكت ماتش. يقولك عندك 15. لو احنا غيرنا موبايل يقولك عندك 10. طيب هنعمل ايكوال 400 في لو كونت، يعني ده انت اللي عندك ده توتال برايس، نخلي توتال برايس. فانت ممكن يعني الكمية دي تبقى موجودة عندك، وانت خلاص الجدول ده انت عامله في جنب هنا. ابحث اشوف، انت ممكن عندك كميات كتير، ممكن عندك برودكت كتير، فانت مش هتقدر تجيبها بالنظر. انا ممكن اجيبها بالنظر، ده عندي كذا عندي كذا، لكن انا بقى عندي كميات كبيرة فاقدر بقى احدد. في الاخر بتحسب انت بعت قد ايه، مثلا بتعمل جدول تاني، مثلا بعت النهارده مثلا 5 موبايلات مثلا او 5 لابات. في نهاية البتاع تقوم عامل فاين، تقوم رايح على كلمة هوم، تقوم رايح على فاين تبحث عن لاب، تقوم رايح مقلل الكمية اللي عندك. كان عندي 20 لاب خليت بقى 15، كان عندي 15 بقى 10، على حسب انت بعت قد ايه كده يعني.